عملت النهاردة حلو وجميل ولذيذ وكمان مش مكلف خالص. وكمان اهم حاجة فيه ان هو صحي. مفيد. عملت النهاردة حلو الجزر طبعا مالي السوق، وده الموسم بتاعه، وده كمان اوانه. طب ما احنا لازم نستغله. جميل جدا. تعالوا نصلي على سيدنا محمد ونخش على الوصفة على طول. اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. معايا 3 مكونات موجودين في المطبخ، بجد مش ببالغ، ايوه موجودين في المطبخ ومش مكلفين. عندي نص كيلو جزر، معايا نص كيلو جزر، 3 معالق نشا، نص كوباية سكر، مش عايزة اي حاجة تاني. معايا نص كيلو جزر، قشرتهم وغسلتهم كويس، وجيت قطعتهم. هقطعهم طبقات رقيقة خالص، عايزة يعني رققوا فيها على قد ما تقدروا عشان ما تاخدش سوا، وكمان تتفرم معانا بسرعة. هقطع الكمية كلها بالشكل ده، وهجيب بقى حلة او اي حاجة هسوي فيها الجزر. حطيت نص كيلو جزر، عليهم كوبايتين مية من مج الشاي العادي اللي احنا بنشرب فيه، مش كبير ولا حاجة، كوبايتين مية بالظبط. هحطهم على النار يتسلقوا براحتهم خالص. هسيبهم يتسلقوا خالص، هيتشربوا المية اللي انا حطيتها. هجيبهم وهاجي ضربهم على طول بالهاند بلندر، ممكن نضربهم في المفرمة، في الخلاط ممكن نحط عليهم نص كوباية مية ونضربهم في الخلاط عادي، مش مشكلة. نص كوباية المية احنا كده كده هنستخدم. هنحط على نص كوباية المية النشا، ممكن تحطوا تدوبوا النشا في المية وتحطوه على الجزر، وتحطوه في الخلاط لتسهيل الدنيا على الخلاط. ضربت نص كيلو الجزر، ومعايا بقى هنا صينية او طاسة او اي حاجة، حطيت عليهم نص كوباية سكر او كوباية الا ربع، لو عايزينه مسكر شوية حطوا كوباية سكر عادي. انا حطيت نص كوباية سكر ومعلقتين مثلا او معلقة، يعني كوباية الا ربع سكر. معايا نص كوباية مية، حطيت عليهم 3 معالق نشا، مش هحط اكتر من 3 معالق نشا. هي دي مكونات الحلو بتاعنا. معايا نص كيلو جزر، ومعايا 3 معالق نشا على نص كوباية مية، ومعايا كمان نص كوباية سكر. هحطهم بقى في الطاسة كده، وهروح على النار هبدأ اقلب فيهم، وافضل اقلب باستمرار علشان خاطر النشا ما يكلكعش، كأني بعمل مهلبية، بس هنا على تقيل شوية، هي نفس المهلبية بس على تقيل شوية. هنقلبها بقى على النار وهستمر في التقليب. هيبدأ يلزق معايا، احاول اقلب الطبقة كلها. اول بقى ما هيبدأ يلزق معايا كده، هو بدأ يستوي. اعرف منين ان هو استوى وتمام خلاص على كده؟ اول ما الاقي لون الجزر الطبيعي رجعلي تاني، لان انا اول ما حطيت عليه النشا ابيض ولونه فتح. لا، اول ما يستوي هيبقى كتلة واحدة زي كده، هيبقى عامل زي العجينة كده، وهلاقيه لونه كده، لون الجزر رجع للونه الطبيعي، لونه غمق شوية. خلاص على كده، مش محتاجة حاجة تاني. هجيب قالب بقى معايا، صينية، علبة بلاستيك، اي حاجة تحبوا تشكلوا فيها، مش هيفرق معايا خالص. حطيت في القالب، يعني هنحطه في اي حاجة مش مشكلة، بس اهم حاجة هدهن القالب اللي انا هحط الحلو فيه، هدهنه بشوية زيت بساط خالص، وامسحهم بمنديل، وانزل بالحلو بقى. وخلاص على كده، حاجة كده لذيذة جدا، طعمه حلو بجد، هيعجبكم. شايفين بقى طبق شايفين بقى كله كتلة واحدة ازاي؟ هحاول افرده على قد ما اقدر. الجزر مالي السوق، نحاول نعمل حاجات على قد ما نقدر مش مكلفة، نستغله على قد ما نقدر. من الحاجات المفيدة بجد، الحلوة الجميلة بصراحة، ومهما بيغلى بيبقى رخيص، يعني مهما بيكون غالي بيرخص. حطيته بقى كده في القالب وسويت الوش بتاعه، وهروح على طول. انا حطيته يعني بتاع ساعة الا ربع كده في الفريزر، نسيبه في الحلة او نسيبه بره، هو بيجمد بسرعة جدا، هو بيتماسك بسرعة جدا. هجيب بقى طبق التقديم وهقلبه على طول، بينزل بسهولة طبعا.
طعمه حلو جدًا وبيتقطّع بسهولة وما فيش بعد كده بصراحة. شايفين بقى الحلاوة؟ هازيّنه بأي حاجة عندي. الناس اللي بتحب السكر وبتحب الحاجة مسكرة، ينفع هنا نرش سكر حبيبات عادي أو سكر بودرة. أنا حطيت جوز الهند مش أكتر من كده، وعندي الفستق الكداب موجود في البيت. أي مكسرات أي حاجة هنحطها على الوش للتزيين، وكمان بيدي طعم. هو طعمه من غير أي حاجة حلو بصراحة. عاجبني ان هو خفيف ومش مسكر يعني. عاجبني انا ان هو مش مسكر بصراحة، فده حلو. كمان في كمية سكر قليلة قوي، وكمية النشا كمان قليلة، ولا زيت ولا سمنة، فبتلاقوه خفيف. خفيف بجد على المعدة. قطعوه بالشكل اللي يعجبكم. انا هقطعه مكعبات وهقلبه في جوز الهند كده، وممكن ما تقلبوش، تستكفوا باللي على الوش وخلاص على كده. زينوه بالطريقة اللي تعجبكم وقدموه بالطريقة اللي تعجبكم. انا قدمته بالشكل ده، هقطعه كله مكعبات. اهم حاجة في الموضوع ان هو طعمه حلو، ويمكن ينفع كمان نحطه في كاسات صغيرة. ينفع نضاعف الكمية. انا عملت نص كيلو، ينفع يبقى كيلو، كيلو ونص، براحتكم. بس النص كيلو قطع معايا كمية كويسة. شكله حلو وطعمه كمان حلو. تعالوا نكمل بقية التقطيع في الحلو السريع بتاعنا. وادي الكمية كلها. قطع كمية حلوة، نص كيلو. النشا كمان ضعف معايا الكمية. وادي شكله النهائي. شكله حلو وطعمه احلى، احلى من شكله بكتير بصراحة. جربوه وان شاء الله هيعجبكم ومش هيكون مكلف عليكم خالص.